السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح الورد والياسمين، صباح الرزق والبركة، صباح مليان سعادة وهنا، مليان جبر خاطر، صباح كل الحلو اللي في الدنيا على عيون اخواتي واصحابي وحبايب قلبي الحلوين. ازيكم يا مسكرات يا عسليات حبايب قلبي لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن صحة واحسن حال، ويا رب راحة بال، اللهم امين يا رب. يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهاردة بصوا كله أفكار حلوة، كله تشجيع وتحفيز. نبدأه بس كده بالصلاة والسلام على رسول الله. واوعي تزهقي أبدا أبدا من الصلاة على النبي. الصلاة على النبي بتفك الكرب وتزيح الغمة وتطيب القلب وتكبر الخاطر وتريح بصي قلبك من كل حاجة كده بتبقى فيه مزعلاكي. يا رب تجعل لنا من كل الحاجات الحلوة دي نصيب وزيادة بفضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا شفيعي يا نبي. هنعمل مع بعض شوية رقاق زي الكتاب ما قال. بسم الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. أحلى وأجمل وأطعم وأوفر من الرقاق اللي بتجيبيه من بره بمراحل، بشوية مية وملح ودقيق فقط لا غير. عملت كيلو واحد بس من الدقيق، رمى معايا كمية بنات تكفي لي مثلا في حدود 5 صواني رقاق. والله العظيم انا ما عدتش كام رقاق بالظبط، ده غير رقاق اللي العيال اللي كانوا بياكلوا منه بسم الله ما شاء الله وانا بعمل. بسم الله تبارك الله الكمية حلوة جدا. وعلى عين البوتاجاز ما شغلتش الفرن، للناس اللي بتخاف ان هي تشغل الفرن. اول حاجه بدات كده ان انا اعجن العجينه بشويه ميه صغيرين. حطيت معلقه صغيره ونص ملح على كيلو الدقيق، وحطيت كوبايه ونص من الميه، وبدات ازود الميه شويه شويه. اي عجينه بتعجنيها لما بتزودي الميه شويه شويه بتبقى طالعه معاكي مظبوطه جدا، بتبقى طالعه واخده حقها كامل في العجين، فبالتالي بتكون نتيجتها احلى واحلى. بسم الله ما شاء الله. حبه حبه كده، لو حطيت الميه كلها ممكن ما يكونش عندك دقيق مثلا كفايه، فتلاقي العجينه بتاعتي طريت مني، فعاوزه تحط دقيق زياده، ما فيش دقيق زياده، فبصي الوصفه بتاعتك مش باظت، لا اتاجلت الى حين ما ربنا يسهل وحد يجيب لك دقيق وتظبطي الدنيا. والواحد ما بيصدق ساعه العمل تدق كده وساعه النشاط تيجي بيبقى عايز ينجز كل حاجه. فبعد ما اتشجع واحضر الحاجه واتشمر وهي بركه بسم الله الاقي حاجه عطلتني، الموضوع بصراحه بيبقى بيخنق جدا. بدأت كده عجنت العجينة وسبتها ريحت في حدود نص ساعة. جبت نص كيلو دقيق وحطيته كده في الصينية، وبدأت أكور كده ايه العجينة بتاعت الرقاق. الكور بتاعت الفطير أو كور الرقاق كور صغننة خالص، أكبر من يعني ايه قد الاستفندية أو أصغر منها حاجة بسيطة. أنا عاوزة الفطيرة تبقى على قد الصينية. عملت كده كام رقاق كبار شوية للصواني الكبيرة، وبعد كده عملت كام رقاق صغرت القطعة بتاعتها شوية، فدول كانوا للصينية الصغيرة. الكيلو دي طلع معايا الكميه دي كلها. في ناس بتبقى خايفه ان هي تشغل الفرن. انا عاوزه اقول لك انا في اول جوازي قعدت تقريبا يمكن 3 سنين او اكتر من 3 سنين ما شغلتش الفرن، ولا عملت صينيه كيكه ولا عملت صينيه مكرونه بشاميل. كنت بخاف اولع الفرن. زائد مش عارفه يعني انا قعدت كمان، يعني ما كانش في اطفال، يعني ربنا ما رزقنيش بعلي ده الا بعد سنه من جوازي. وطبعا بعد سنه حملت في علي، وقعدت يعني تقريبا 9 شهور، يعني قولي سنه كمان على بال ما ولدته. وعلى بال ما كبر شويه وبدا ياكل، فاللي هو بدات واحده واحده الموضوع يتطور. في البدايات خالص كنت بسم الله ما شاء الله لما اجي اعجن العجين احط الميه كلها مره واحده واقول ايه يلا عشان انجز، عشان الحاجه تخلص بسرعه، عشان هي عايزين ننجز ونخلص. ابص الاقي ان العجينه بسم الله ما شاء الله ما اتشربتش الميه، والعجينه بقت عايزه دقيق تاني، واوقات كتير ما يكونش عندي دقيق. ابص الاقي ان الدنيا يعني الوصفه باظت، الوصفه باظت، وحتى لو ما باظتش ما بتطلعش معايا زي ما انا عايزه. فواحده واحده كده شويه بشويه ميه لاي عجين، وشويه بشويه شوربه لاي نوع ملوخيه انت بتعمليها، هتبص تلاقي الاكله معاكي ظبطت والعجين معاكي ظبط وكل حاجه طلعت معاكي زي السكر. بعد ما عجنت العجينه وسبتها ريحت شويه قطعتها وسبتها برضو ريحت يجي 10 دقايق تاني. بدات افردها زي ما انتم شايفين كده حاجه كده، اللهم صل على النبي، العجينه كانت بتتفرد معايا بكل سهوله. انا عملت واحدتين 3 كده على الرخامه وسويتهم بسم الله ما شاء الله. نشوف شكلهم دلوقتي، شكلهم يفتح النفس، اوفر من بره بمراحل. انا بعمل الرقاق ده في العيد، في العيد الكبير على طول اساسي عندي، وبعمله اساسي عندي برضو على دخلة رمضان. كيلو واحد من الدقيق على عين البوتاجاز، ولا بقعد اشغل الفرن ولا بقعد ايه احر ولا اي حاجه من الكلام ده كله. بقعد البنات المسكرات كده جنب مني واجيب لهم صينيه واقول لهم ايه اقعدوا بططوا لي او يعني يفردوا لي العجينه شويه ويدوهاني، وانا بسم الله ما شاء الله على الرخامه كده ما تاخدش مني بصي يعني الكيلو دي ما خدش مني تقريبا ساعه، ما اقل من ساعه كمان. اللي هم يفردوا ويدوني، حتى لو هم ما بيفردوش ويدوني برضو الموضوع ايه يعني سهل وبسيط. اهم حاجه في العجينه بتاعه الرقاق عشان يطلع معاكي مظبوط ويطلع معاكي مورق ويطلع معاكي زي العسل، العجينه ما بتبقاش طريه خالص يا بنات، ما بتبقاش زي اي زي حتى عجينه البيتزا، لا ادخل من عجينه البيتزا كمان.
بدات افرد كل شويه مثلا بالخمس وحدات واسويهم، بالخمس وحدات واسويهم. يعني افرد 5 واجهزهم واروح مولعه البوتاجاز مسويهم، بعد كده اطفي البوتاجاز واعمل 5 كمان علشان النار ما تفضلش شغاله يعني على الفاضي. الصينيه دي انا معتمداها للرقاق على طول، بسم الله ما شاء الله، عندي بقالها كتير جدا وما بغيرهاش. بعد ما بخلص تسويه عليها بروح غسلاها وشايلاها عشان لما اعمل بيها تاني بامر الله. صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بصوا بعد ما ولعت على الصينيه قلبتها على ظهرها وقعدت النار عاليه عليها، عاليه تحت الصينيه مثلا مده دقيقه واحده، وبعد كده خليت النار وسط وبدات كده ايه اخد الرقاق اللي انا فرداه واحطه كده بالشكل زي ما انتم شايفين، وافضل الف الرقاق شمال ويمين. ما بتاخدش كل رقاق بالظبط، يعني ممكن من دقيقه لدقيقه ونص، ما بتاخدش اكتر من كده خالص. احط الرقاق وافضل الف فيها كده وكده وكده واقلبها واعدلها لغايه لما احس ان هي فقفقت كده معايا ولونها بدا يحمر كده من النص ومن الجناب، خلاص هي كده استوت. طيب هل باخد الرق ده على طول وارصه فوق بعضه؟ لا طبعا ما برصوش فوق بعضه، يا اما بحطه على السبت على القفص بتاع العيش، يا اما بحطه على البوتاجاز، يا اما بحطه على فرشه نظيفه في الارض كده واحط كل واحده لوحدها، ما بحطش واحده فوق واحده علشان ما يطراش مني. ولو حط وبعد ما بسويه واجهزه واخلصه ما بحطوش في اوضه فيها مروحه يعني المطبخ لو عندك ما فيهوش مروحه حطيه فوق التلاجة، لكن لو حطيتيه في اوضه فيها مروحه هتبص تلاقيه اتكسر كله منك وما بقاش احسن حاجه. يمشي معاكي رقاق حلو، يمشي معاكي رقاق حادق زي ما تحبي، يمشي رقاق بالجبنه زي ما تحبي، يمشي عيش سوري عادي جدا مفيش اي مشكله بتعمليه، بس ما بتنشفوش زي ما انا منشفاه كده، بتطريه بتسيبيه طري شويه وبعد كده بتحطيه على طول، مجرد ما تخلصي بتفرديه كده على بعضه وتحطيه في الفريزر وتسحبي منه بالواحده او بالاتنين. جنى كانت بتفرد شويه وهنا بتفرد شويه، تفرد لي كده بالخمس وحدات اخلصهم وارجع اخد 5 كمان. بصراحه الحاجه في البيت يا بنات اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، احلى من حاجه بره. انا عن نفسي بقتنع بالرقاق اللي انا بعمله في البيت ده احلى من يعني لو بتاع بره ببلاش هيدهونه كده، لا بصراحه مش هاخده، بحس ان بتاع البيت بيبقى طعمه احلى واحلى. ان شاء الله بامر الله نعمله مع بعض قريب بامر الله. سويت كده كل الكميه كده بسم الله ما شاء الله على نار عاليه في الاول، وبعد كده النار بروح مهديها خالص عاملاها شمعه، ومش شمعه قوي يعني تبقى النار متوسطه، وتبص تلاقي الرقاقه فقت معاكي كده وبسم الله ما شاء الله استوت وبقى طعمها زي العسل. اللهم صل على سيدنا النبي محمد. افكار بسيطه وحاجات بسيطه، من نص كيلو بس دي ممكن تعملي اللي انت عايزاه في البيت، من كيلو دي جربي واعملي وجازفي ما تخافيش، وكل حاجه هتطلع معاكي مظبوطه، مش شرط تتظبط من اول مره، بس المره دي ما اتظبطتش قوي المره الجايه تبقى احلى واللي بعدها احلى وهكذا. بصوا كميه الرقاق ده غير اللي البنات اكلوه واللي انا كمان اكلته معاهم واحنا بنسوي، كان بجد ريحته وطعمه الله اكبر زي العسل. شايفين كل الكميه دي من كيلو واحد بس من الدقيق، كل عشان مقطعه العجينه كور صغيره وعملت حبه كبار وعملت حبه صغيرين، فالله اكبر وصلنا الامور كده. ايه رايكم بقى في الرقاق السكر ده؟ اعمليه بلبن، ممكن تسقيه بلبن وتحطي عليه جوز هند وتحطي زبيب وتحطي مكسرات وتحطيه في الفرن على الوش حته قشطه كده للناس اللي بتحبه مسكر، بصراحه وللامانه احنا ما بنحبوش مسكر ابدا، لو عملته عيالي ابدا مش هياكلوه. ممكن افكر ان انا اعمل صينيه صغننه خالص يدوقوها بس وخلاص، لكن اكتر اكله واحلى اكل بسم الله ما شاء الله لما باجي اعمل ما بعملش يعني صينيه واحده، لا ممكن اعمل صينيتين، ممكن اعمل 3 واعمل جنبه شويه ملوخيه وخلاص على كده. التلاجة عندي كانت مكركبه وعاوزه تتلمع تلميعه حلوه كده، وغير ان هي مكركبه كان مدلوق فيها فضلة خيركم كده، يعني طبق كان فيه مخلل، يعني كنت غاسله العلبه بتاعته وفضيت المخلل في طبق كده صغير، قلت كده كده احنا ناكل منه، بس قلت اسيبه بميته لما نيجي ناكل اطلع المخلل من الميه عشان ما ينشفش. بسم الله ما شاء الله مش عارفه حد من العيال ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب كان بيجيب حاجه طبق المخلل ده لقى كله في التلاجة. طبعا في ماده بتبقى لونها يعني مش عارفه حاجه صفرة كده بيبقوا حاطينها على ممكن تكون بودره زعفران، ممكن بيبقوا حاطينها على الميه بتاعه المخلل، فبتبقى الميه لونها اصفر خالص. عاوزه اقول لكم الميه طبعا لون الميه لزق في التلاجة، مهما قعدت اغسل غسلت بحته قماشه نظيفه ورجعت غسلت بسبونشه وحطيت شويه صابون مواعين ولا الهوا، اللون بتاع الصفار بتاع الميه بتاعه المخلل فضل ثابت كده في التلاجة. فضيت التلاجة من جوه خالص، انا كده كده ما كانش عنده خضار، فقلت قبل ما انزل اجيب خضار اروح مديها تنظيفه حلوه بالمره، وكمان بالمره افضي الفريزر لان بقى لي فتره طويله ما فضيتش الفريزر. فضيته اي حاجه لقيتها ملهاش لازمه كده رميتها، بصراحه ما احتفظتش باي حاجه ما عرفتهاش لان بصي ممكن تلاقي يعني الفريزر بتاعي والفريزر بتاعك وبتاعنا كلنا تلاقي كده اكياس كل كيس فيه حاجه كده صغننه مربوطه انت ما انتش عارفه هي ايه، فانا اي حاجه ما كنتش عارفه هي ايه بصراحه رحت رميها، انا ما عنديش طاقه ان انا افضل ادور وادوب، يعني خلاص الحاجه بتبقى في الفريزر ما بيبقاش طعمها حلو. بس في حاجات ما عرفتهاش بصراحه رميتها، وفي حاجات كده كان في كيسين فيهم توم كده حطيتهم على بعض وحطيتهم في علبه صغيره
وظبطنا الدنيا. الفريزر ده بصراحه انا ما بغسلوش يعني على طول وقتي، يعني ممكن اغسله كل شهرين، كل 3، لان هو مش عليه استخدام كتير زي الديب فريزر. يعني ده ببقى حاطه فيه الحاجات بتاعه الطوارئ، الحاجات السريعه، يعني الحاجات اللي تبقى جنب مني كده وانا شغاله بعمل الاكل. طبعا ما كنتش فاكه، يا ريتني كنت فكيت التلاجة من بالليل، شلت الفيشه بتاعتها من بالليل بس ما شلتهاش، مش مشكله. وانا واقفه كده بعد ما خلصت الرق قلت بالمره كده اروح مديها تلميع، لان لو قعدت خلاص انا مش هعمل حاجه، فطالما واقفه خلاص هعمل حاجتي كلها مره واحده، ولما اقعد خلاص انا كده تمام، اكافئ نفسي باي حاجه حلوه نفسي فيها، كوبايه شاي، كيكايه، كوبايه قهوه، اي حاجه، اي حاجه حلوه كده افرح نفسي بيها وانا قاعده، بحيث ان انا استمتع بالوقت اللي انا قاعداه. لما تخلصي حاجتك كلها مره واحده تقعدي هتستمتعي بكوبايه الشاي، هتستمتعي وانت بتتفرجي على حاجه، هتستمتعي وانت ماسكه التليفون، هتستمتعي وانت بتكلمي ولادك. لكن ما تبقيش دايما انت بتجري والارض اللي تحتيكي بتجري. خدي فاصل كده. يعني الدنيا يعني ايه، هينه ولينه وكل حاجه سهله وبسيطه، ومش محتاجه ان احنا نصعبها على نفسنا. فطالما انا واقفه خلصت حاجتي مره واحده قعدت خلاص هستمتع بالوقت اللي انا قاعداه. بس ما اقعدش الا لما ابقى عارفه ان انا كده تمام، اموري كلها زي الفل، اموري مسيطره عليها، المطبخ نظيف، حتى لو في طبقين ولا 3 ولا اي حاجه كده، حاجات خفيفه، بس المنظر العام المهم ان هو يكون كويس. يعني تحسبا لاي ظرف طارئ ممكن يحصل لا قدر الله، يعني ربنا يا رب ما يغيرش حالنا الا الحل الاحسن انا واياكم. ضيف يدخل لك على غفله، حد جالك مره واحده، حصل مثلا اي حاجه طارئه كده وحضرتك نزلتي، ما ينفعش تسيب البيت كله يضرب يقلب. فدايما بنحاول نحافظ على نظافه كل الاوض، حتى على الاقل مش هقول لك تنظيفه عميقه، بس النظافه اللي تكون شكلها مريح للعين. تنظيفتك السريعه للاوضه في 5 دقايق مش هتخسرك حاجه، مش هتتعبك ولا هتهلكك ولا اي حاجه ابدا، بالعكس هتخليكي حاسه دايما ان انت رايقه علشان انت قاعده في مكان نظيف. غسلت كده كل الارفف بتاعه التلاجة وما بنشفهاش، بسيبها واقفه كده، بسيبها تتصفى وخلاص. كده الحمد لله ما كانش عندي بواقي اكل في التلاجة ولا كان عندي خضار، يا دوب بس الكام حاجه دول حطيتهم، وننزل بقى نجيب خضار ونطبخ ان شاء الله بامر الله، ونحط كل حاجه على نظافه باذن الله. النظافه حلوه بصراحه، يعني الكسل بيخرب البيت بامانه ربنا. قال لك بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم، فاحنا الحمد لله رب العالمين لا مهملين ولا ظالمين، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتشعلق في اي حاجه تفيدنا وتوفر علينا، تنصحنا وتشطرنا ونعمر بيها بيوتنا. كده خلاص، كده تلاجتي كده اتظبطت وتروقت وبقت قشطه فله شمعه منوره، حطيت فيها الحاجات اللي عندي وخلاص كده يعتبر روتين النهارده خلص. حطي لايك كومنت حلو، اشوفك على خير، سلام عليكم.